الغلا اخويا، الباركينغ دايرين اليوم 20 درهم 30 درهم، ستاسيون الطوموبيله ب 30 درهم، لوطيل اللي مشيتي لوطيل ب 700 درهم للبلاصه. ايوا واخا يجيب معاه خنشه ديال الفلوس راه يطبها في سيمانه. السنه هذه اكتشفنا وحنا كنشوفوا بالعين المجرده ان هذوك الجاليه المغربيه ما دخلوش بهذاك العدد اللي كانوا كيدخلوا به السنين الماضيه. وحنا كندوروا في الزنقه ويعني في الشوارع كنتي كتشوفوا ديك السنين الماضيه ان كاين اللي معطريكي بزاف، الدنمارك الالمان يعني الدول الاوروبيه. وهذا العام يعني قله قليله من السيارات اللي عندهم هذوك لي ماتريكي ديال اوروبا هما اللي كيدوروا. شوف، كاين مشكل خصنا نتحدثوا عليه. علاش؟ شنو السبب اللي خلى هاد الناس ما دخلوش هذا العام؟ واش يعني اكيد غيكون ملي كتهضر مع شي واحد غيقول لك غلاء بزاف الامور، غلاء الفنادق، غلاء يعني بعض الاثمان، الاسعار ديال بعض الوجبات ديال المطاعم وبزاف الامور القهاوي. وحنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي بان اناس كيمشيو لبعض المقاهي والمطاعم ملي كيعطيهم هذيك الورقه ديال الخلاصه كتكون واحد الورقه مبالغ فيها. هذا هو اللي خلى ان الناس يعني ولاو كيفضلوا انهم يقول لك اللهم نمشي لاوروبا. يعني راه غيكون لا السومه ديال الفنادق ولا السومه ديال الاكل ديال المطاعم وبزاف الامور غتكون ارخص من المغرب. المغرب بلاد مزيان وبلادنا كنبغيو نجيو لها، ولكن اكثريتنا ولكن السبب الرئيسي هو غلاء الاسعار، لان الناس كتخسر الفلوس بزاف هنا. ملي تيقار راسو الا مشى غير اسبانيا هبط غير هذا تيخسر قل. بحال مثلا دابا السعيديه، انا سمعت بان مثلا في ريستورون هذاك ديك لاديسيون ديال 500 درهم كيوصلها لك السيرفور 800 درهم. ملي هضرت مع واحد السيد خدام تما قال لي راه ماشي مول المطعم هو اللي قال لي هذاك السيرفور اللي جاي من فاس مثلا ولا جاي من كازا ولا جاي مخدم تما هو اللي كيزيد على الناس، لان الناس كاين الناس اللي ما كيطالبوش بديك لا فاكتور في الاخر ما كيرضاش قدام مثلا عائلته ولا يبقى يتحاسب، تيعرفوا ما غاديش يتحاسب. كاين الناس اللي ما كيطلبوش بحال هاد الاسباب هذه. كاين شويه ديال الغلاء وبنادم ولا تيفضل يدوز. الناس ديال الزماكري ولاو تيفضلوا اغلبيه تيدوزوا سميتو تيدوزوا الفاكونس ديالهم في اوروبا نيت، حيت كاين بلايص زوينين في اوروبا. هذا المغرب واخا هكاك ما كيجي كتلقى واحله مع الكارديان. هو كان كيجي قليل اللي جاو قليل. كاينين الناس تيجيو كل الظروف ديالو عاوتاني. 4 سنين الاخرى صراحه الوقت ولات صعيبه يعني في المغرب صراحه. يعني اوطيل ولا الماكله ولا ريستو ولا حتى الكراء ديال السيارات يعني صراحه ولاو كيطلع داكشي بواحد المونطو يعني خيالي. ربما انا كنت في ماربيه في اسبانيا مؤخرا، صراحه 30 اورو اوطيل على البحر، تنظيم في المستوى. غير على المغرب صراحه سيرتو الله يكون في العون. المغرب حتى هي يعني جايين استحقاقات بزاف، كاس العالم، كاس افريقيا، يعني التران، يعني الله يكون في العون. يعني المغرب حتى هما يعني مشاو للبنك الدولي، ورغم الحمد لله بلادنا زوينه، ولكن الحمد لله ولا الحمد القادم اجمل. ولكن كنتمنى الحمد لله ولا الحمد يعني من هذا 2025 المغرب حتى هو راه خدا درس في هذا الشيء ديال السياحه. تنظن ان 2026 ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون ان شاء الله يعني احسن من هذا الصيف هذا. سيرتو يعني كما كنقولوا الجاليه تا هما الله يكون في العون، راه تا هما يعني خدامين يعني خدامين عادي. ويعني الانسان ملي كيخدم في اوروبا العام الاول ولا 3 سنين الاولى كيكون بلا ولاد. يعني الانسان ملي كيكبر ولادو وهذاك الشيء الله يكون في العون صراحه.